أقرت الإدارة الذاتية في 18 من أيار الماضي قانونا لتنظيم الصحافة والعمل الإعلامي ليشكل سندا قانونيا في تعاملها مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مناطق سيطرتها وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية. نعم، لكن الآراء انقسمت حول هذا القانون، وخاصة المواد المتعلقة بعدم التعرض لشخصيات عامة ومسؤولي الإدارة الذاتية، وأيضا الصلاحيات التي منحها للسلطات والمتعلقة بسحب التراخيص وإصدار المخالفات والغرامات وإخضاع الصحفيين لمخاطر عديدة، فيما إذا رفضوا الإفصاح عن مصادر معلوماتهم وغيرها من البنود. سنناقشها ونتعرف إلى أبرز إيجابيات وسلبيات قانون الإعلام الجديد بعد مشاهدة هذا التقرير. يمنع التعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة الذاتية في قانون يفترض أن يضمن حرية الصحافة. حقا نعم، هو مجرد بند من بنود عديدة تضمنها قانون الإعلام الجديد المثير للجدل بين مزدوجين الذي صدر في 18 من أيار الماضي لتنظيم العمل الإعلامي شمال شرقي سوريا. القانون تضمن 7 أبواب و14 مادة بما فيها الحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق سيطرة قسد. ورغم الأجواء الإيجابية التي يحاول المشرعون بثها حول هذا القانون باعتباره وسيلة لضبط الفوضى الإعلامية الحاصلة في المنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن رئيسة اتحاد الإعلام الحر بقولها إنه ضمان لحقوق الصحفيين وحماية لهم، لا سيما أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض كثير منهم لمخالفات من دون الاستناد إلى لوائح قانونية بذلك. فئات أخرى من المؤسسات والعاملين بمهنة المتاعب كما يطلق عليها ترى أن أقلامهم الصحفية يضيق عليها، ولا ترى في القانون الأخير ما يضمن حريتهم في نقل المعلومات والأحداث خارج رواية الإدارة الذاتية، إذا أعطاها اليد الطولة في إصدار المخالفات وسحب التراخيص وإيقافهم عن العمل، ناهيك عن إجبارهم على إفشاء مصادر معلوماتهم، وإن لم يفعلوا فهم معرضون للمساءلة القانونية. كذلك من ينشر على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي خشية اعتبار أي خطاب تحت بند التحريض وخطاب الكراهية. فهل يتنافس النظام وقسد على تخفيض السقف المنخفض أصلا للحريات الصحفية في مناطق سيطرتهم؟ وهل بات نقل الأخبار والأحداث الحية يعني لأصحابها خطر الاعتقال والملاحقة؟ لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا إدريس خلو، باحث في مركز آسو للدراسات، ومعنا من القامشلي. أهلا بك. وأيضا لونت حسين هو صحفي من بوم من ألمانيا. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد إدريس، ما أهم النقاط، لو تشرح لنا سريعا أهم النقاط التي وردت في هذا القانون وكان عليها الإشكالات الكبيرة. مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين الكرام. طبعا يأتي هذا القانون استجابة لترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير ومنح الصحفيين مزيد من الحرية العمل والحيلولة دون منعهم من الحصول على المعلومات ونشرها أو بثها، بما يتوافق مع الميثاق الأساسي والقوانين النافذة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ومع مضمون هذا القانون نحن كجهات محايدة ومستقلة نرى بأن هذا القانون قانونا عصريا ذهبي، ولكن هذا القانون العصري والذهبي هل هو قابل للتطبيق أم لا؟ ويطرح هناك سؤال آخر أو إشكال آخر، طبعا نحن في مناطق الإدارة الذاتية نعتقد كمراقبين ومحايدين لقانون الإعلام بأننا نحن بحاجة إلى قانون مرن وسلس وواقعي وقابل للتطبيق. هذا القانون أنا أجده وفق قراءاتنا لهذا القانون بأنه قانون مأخوذ من القوانين المنطقة، القانون المصري، القانون التونسي، القانون اللبناني، وهو قانون جيد، ولكن العبرة تكمن في هل هذا القانون قابل للتطبيق أم لا؟ هنا تكمن العبرة. طبعا بالمناسبة هذا القانون في مادته الأولى
تراعي المعايير الجندرية في كافة التسميات والمصطلحات الواردة في هذا القانون، وهو قانون من وجهة نظري أراه بأنه قانون عصري وقانون جيد. وبحكم متابعاتنا وقراءاتنا للعديد من آراء الصحفيين والإعلاميين العاملين في شمال شرق سوريا، وجدنا بأن معظم هؤلاء الصحفيين والإعلاميين راضيين عن هذا القانون. لكن هناك إشكاليات عديدة من عدد كبير من الإعلاميين السوريين. هناك تخوف أيضا من هذا القانون. يعني بند في هذا القانون يقول أنه الصوت هناك بند في القانون الذي أقرته الإدارة الذاتية هو يجب على الصحفي أن يعرف عن مصادر التي أخذ منها المعلومات، وهذا يخالف العرف الصحفي. لا أستطيع السماع بشكل جيد، ولكن ممكن ارجع عند ليوانت رحب فيه بما يصير الصوت واضح تقدر تسمعني واسمعك. تم مشاركة هذا القانون عبر 25 ورشة أو جلسة، وتم مشاركة هذه المسودة مع صحفيين الداخل والخارج، ومعظم الصحفيين هم راضون عن هذا القانون. هذا القانون الذي صدر بتاريخ 18/5/2021، واللائحة التنفيذية لهذا القانون سيتم تطبيق هذا القانون ونشر اللائحة التنفيذية خلال الشهرين القادمين. إذا نحن أمام قانون عصري، ولكن هذا القانون العصري برغم المآخذ على هذا القانون تبقى هذا القانون قانونا تجريبيا إلى أن يتم إثباتها وفق منطق التعامل مع هذا القانون على أرض الواقع. نعم، سأعود إليك سيد إدريس لمناقشة أيضا هذه النقاط تفصيليا بعض الشيء. سيد لوند، أهلا بك مجددا. يعني يقول سيد إدريس بأنهم راضون مجمل الإعلاميين عن موضوع هذا القانون وبنود أيضا هذا القانون، ولكن كان هناك اعتراض وبيان من العديد من المؤسسات وأيضا من الإعلاميين شرق الفرات يرفضون بنود عديدة في هذا القانون. على ماذا لكن كان الاعتراض وكيف قوبل؟ طبعا القانون في عمومه قانون جيد، وكان يعني في موقع الارتياح لدى معظم المؤسسات الإعلامية والاتحادات والنقابات، وكذلك لدى الصحفيين. إلا أن العبرة كما جاء في حديث الأخ إدريس خلو هي في التطبيق. هناك بصراحة ضبابية في الكثير من البنود التي وردت، تشمل 14 بندا في مجمله يقر على حرية العمل الإعلامي، يقر بضرورة حماية الصحفي، بعدم التعرض للصحفي، بمنح حريات أكبر للصحفيين والمؤسسات الإعلامية. نعم. إلا أن الواقع يختلف بصراحة. معظم الصحفيين قبل فترة أثناء الأحداث في حي طي بمدينة قامشلو سمح فقط للوسائل الإعلام والصحفيين المقربين من الإدارة الذاتية بتغطية الحدث، وتم منع معظم وسائل الإعلام الأخرى. وجرت حادثة مؤسفة في أثناء الاشتباكات في حي طي، حيث رافق الأستاذ عامر مراد الرئيس المشترك لمديرية الإعلام في الإدارة الذاتية مراسلة فضائية روداوة الكردية، تم طرده من منطقة من قبل الأسايج. إذن هناك بصراحة تجاوزات، هناك تخوف. نتمنى أن يعني ما سنة بهذا القانون لا يمكن تطبيقه أساسا على أرض الواقع. كيف نصفه بأنه عصري وذهبي؟ سيد إدريس لو توضح لنا هذه الفكرة. طبعا في حال الوصف بأنه قانون عصري وذهبي يجب أن يتم تطبيقه، لا أن تتدخل كيف تم قوات الأسايش وتمنع الصحفيين من العمل وتعطي الحق فقط للوسائل المقربة للإدارة الذاتية بتغطية الحدث، أو بالنسبة حتى للتصريحات. التصريحات يتم فقط منحها للصحفيين
المقربين من الإدارة الذاتية، وهذا مخالف بشكل قطعي لبنود القانون. نعم. أيضا يعني يحوي القانون على بنود مثل ما ذكرت شوي لأستاذ إدريس وما سمعني، يعني تخالف عرف الصحافة وهي ذكر المصادر، وأيضا يعني حتى تلفزيون سوريا لا يسمح له يعني بالتصوير داخل مناطق الإدارة الذاتية. هل ممكن أن يسمح للمؤسسات الإعلامية المختلفة وأن يكون هناك حرية بالتعبير بعد هذا القانون؟ تفضل أستاذ إدريس. طبعا تطرقت إلى مصطلح العصر الذهبي، وأنا هنا لا أطرح هذا المصطلح جزافا، ولكن لنكن واقعيين ولنكن أكثر وضوحا مع المشاهدين ومع مواطنينا في شمال وشرق سوريا. هذا القانون عندما نطلق عليه بأنه قانون ذهبي فهو في جانبه النظري قانون ذهبي. نعم. وهنا لابد من التذكير حتى نظام حزب البعث في مصطلحاته النظرية والفكرية والقوانين التي كان يصدرها كانت قوانين جيدة، وقوانين عندما يقرأها القارئ يجد بأن هذه القوانين عندما تطبق على أرض الواقع فهذه القوانين ستحقق أحلام الجميع. ولكن لكي لا نكون أكثر ننشد بأن الصورة وردية كاملة، طبعا جاء هذا القانون بناء على ضرورات المرحلة. فنحن في منطقة شمال شرق سوريا ومعظم الصحفيين والإعلاميين اشتكوا من حدثين حدثت في مناطق شمال شرق سوريا. الحدث الأول كان في الحملة التي قادها قوات الأسايش في مخيم الهول، والتي منع بموجبها معظم الصحفيين باستثناء الصحفيين أو الوكالات المقربة من الإدارة الذاتية. كذلك الأمر حدث الحدث الثاني في حارة طي، الاشتباكات التي حصلت بين قوات الأسايش وقوات الدفاع الوطني التابعة للنظام. منع معظم الوكالات الصحفية العالمية العاملة في شمال شرق سوريا والمرخصة، فقط تم منح إعطاء المعلومة للوكالات المقربة أو لجهات التابعة للإدارة الذاتية. طبعا نحن هنا أمام إشكالية كبيرة، وجاء هذا القانون ليتلافى كل هذه الأخطاء وننتظر التطبيق. ولكن في بعض البنود هناك بنود إشكالية. أنا أرى بأن الإدارة الذاتية أثقلت كاهلها بهذه البنود. مثلا المادة الثامنة الفقرة 16 من قانون الإعلام، نجد بأن الإدارة الذاتية تحاول أن تقدم للمؤسسات الإعلامية بأنها على استعداد تام أن تتكفل بتمويلها لمدة 6 أشهر في حال انقطع عنها التمويل أو في حال لا تستطيع الاستمرارية في عملها. فأعتقد بأن الإدارة الذاتية أثقلت كاهلها بهذه المادة. وهناك شيء آخر أنا من وجهة نظري أراه، هل تم تطبيق هذه المادة سواء على المؤسسات التي كانت مقربة من الإدارة أو ما شابه؟ نعم. وهناك إشكال آخر عزيزتي، هذا الإشكال تتمحور حول تناول الشخصيات العامة. الشخصيات العامة أنا من وجهة نظري الشخصية العامة علينا أن نتناولها أثناء الخدمة، ليس لي علاقة بالشخصية العامة بعد انتهاء دوامه. وهنا يحضرني الكاتب النمساوي الذي انتحر ستيفان زفايغ عندما كتب في روايته فوضى المشاعر بأن أستاذ جامعي كبير في إحدى الجامعات كان يدرس وكان له اسم كبير في عالم في قسم الإعلام أو في قسم الذي كان يدرس فيه، ولكن بعد انتهاء دوامه كان يبحث عن ضالته تحت الجسور وفي الأزقة وإلى آخره. أي كان من المثاليين لنكن أكثر وضوحا. الحياة الشخصية للناس إذن يعني أنت مع الحدود التي يجب أن يقف عنها الصحفي، يعني فقط في مجال عمل الشخصية العامة دون التدخل بحياته الشخصية. أنت عم تسمعني أستاذ إدريس؟ الشخصية العامة خارج أثناء دوامه. نعم. نتوقف مع هذا الانفوغراف. قانون الإعلام في المناطق التابعة للإدارة الذاتية يطالب الإعلامي عبر جلسة سرية بالإفشاء عن مصادر معلوماته، وفي نفس الوقت يمنع التعرض للحياة الشخصية لمسؤولي الإدارة الذاتية والشخصيات التابعة لها كما ذكرنا منذ قليل. نتابع هذا الانفوغراف.
أعود إليك لوند، يعني هل كان هناك تسويات للسماح لبعض المؤسسات التي كانت ممنوعة من التصوير داخل مناطق الإدارة الذاتية، وهل التزمت أساسا المؤسسات التي هي ممنوعة من التصوير أو حتى التغطيات؟ لا يوجد منع بصراحة في مناطق الإدارة الذاتية لأي وسيلة إعلامية، لكن يتم منع الدخول إلى بعض المناطق، كما يتم كما لا تعطي الإدارة الذاتية الموافقات بإجراء تقارير عن مثلا حول مخيم الهول أو غيره من المخيمات، ويحتاج الإعلامي إلى بصراحة موافقات أمنية من الأسايج ليقوم بعمله. للأسف بعد أحداث حي طي بصراحة كان هناك تجاوب من قبل الأسايج والإدارة الذاتية، وتم عقد جلسة مع معظم الصحفيين، وأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد بصراحة. وبعد تلك الأحداث ليست بفترة طويلة تم تصديق على قانون الإعلام، وهذا بصراحة بادرة جيدة. وللإعلام بصراحة في مناطق الإدارة الذاتية دور فعال يتم نتيجة الكتابة أو نتيجة تداول الأخطاء. بصراحة هناك تجاوب من قبل الإدارة كما حدث في القانون. لكن يعني سيد لوند، يعني نعم. أنت ذكرت أنه ما في منع لأي وسيلة إعلامية، أنا ما راح أقول لك روح بعيد، يعني تلفزيون الصورة يسمح له بالتصوير في مناطق الإدارة الذاتية. وأيضا يعني نعم. سألت نعم. سيد إدريس عن سؤال لكن بدون ما سمع سؤالي، كنت عم بحكي على موضوع إفشاء مصادر الصحفي، وهذا الموضوع أكيد بخالف العرف الصحفي، وبالتالي هذا القانون هو قانون يعني لا يمكن العمل به الذي وضعته الإدارة الذاتية. لا يجوز لأي سلطة أو أي إدارة أن تجبر الصحفي على الإفشاء بمصادره. فقط يحق للقضاء النظر في الموضوع إن كان هناك مخالفة قضائية أو هناك خبر كاذب، لكن مصدر الصحفي هو موصان في كل القوانين العالمية، وهذا مأخذ على قانون الإعلام للإدارة الذاتية. لا يجوز منع أو إجبار الصحفي على الإدلاء بمصادره، وكذلك لا يجوز إجبار الصحفي على عدم تناول الشخصيات العامة كالمسؤولين في الإدارة أو غيرها أيا كان، سواء كانوا يعني وبالتالي يعني في حال يعني صحفي كتب أي مقالة أو أي خبر ويعني وتعدت الحدود اللي وضعتها الإدارة الذاتية، فأكيد رح تكون في له تهمة، بالتالي مين رح يحمي هذا الصحفي؟ نعم، التهم جاهزة لدى الإدارة الذاتية كما في معظم الحكومات والإدارات. تمام. وهي معاداة الثورة أو معاداة الإدارة، وهذا بصراحة يخالف حرية العمل الإعلامي. لا يجوز أن تضع حدود في القانون. بصراحة واضح القانون، منع التعدي على الصحفي، منع يعني الإعلام هي السلطة الرابعة، يجب أن يعني يكون الإعلام بشكل مريح للصحفي نقل الحقيقة. وفق القانون لا يجوز لأي سلطة أن توقف عمل الصحفي، ولا يجوز طرده من مكان الحدث أو منع أعطاء المعلومات التي يتناولها الصحفي، لأن الصحافة بصراحة هي سلطة رقابية. وصلت الفكرة أستاذ لوند. تماما. من أجل تصحيح الوضع. نعم تماما، وصلت الفكرة. هو عرف يعني غير موجود ولا يمكن قبوله، ولكن إلى هذه اللحظة تتم هذه الجلسات بالإفشاء عن المصادر، وفي حال كان هناك مخالفة من قبل المؤسسات أو حتى من قبل الأفراد، ما الجزاء الذي يعود على المؤسسات وأيضا الأفراد بحسب هذا القانون؟ القانون كما جاء في القانون في بند المخالفات والعقوبات بصراحة تصل من عقوبة توقيف لمدة شهرين بالنسبة للصحفي إلى المخالفة ب 500 دولار، وكذلك بالنسبة للمؤسسات التوقيف من شهرين ل $1000، وهذا بصراحة
بند يخالف قوانين الإعلامية العصرية، ولا يجوز مخالفة الصحفي أو منعه نتيجة معلومة يراها المسؤول بأنها معلومة كاذبة. نحن طالبنا بصراحة كصحفيين، طالبنا الجهات المعنية أن تكون اللجنة التي تقاضي الصحفي أن تكون لجنة مستقلة، لجنة قانونية، يوجد في تلك اللجنة نقابات أو ممثلين عن النقابات الصحفية. سيد إدريس، يعني مثل ما ذكرت، إذن هو جزاء مادي، يعني لم نبتعد كثيرا عن أساليب النظام وهي الجزاء المادي أو حتى الغرامات. نتمنى أكيد يعني من إدارة ذاتية تصحيح هذه الغرامات، وأيضا تصحيح هذا القانون حتى يكون ملائم ومشجع للصحافة وحرية الرأي وأيضا نقل الحقيقة كما هي. سيد لواند، هل ممكن أن يتم الاجتماع أو توقيع عريضة أو أي مركز ثقافي أو تجمع ثقافي تنقل الإدارة الذاتية حتى يتم تفادي هذه الأخطاء في هذا القانون؟ نعم، هناك تواصل بصراحة ما بيننا وبين الإدارة الذاتية وخصوصا مديرية الإعلام، وبصراحة كشبكة الصحفيين الكرد السوريين أرسلنا لهم وسلمناهم باليد كافة ملاحظاتنا. للأسف لم يتم الأخذ بمعظمها وتم الحفاظ على المسودة. هناك حدثت بصراحة، كان هناك تغيير أخذ بعض ملاحظاتنا، لكن لم يتم الأخذ بأكملها، بالرغم أننا وجدنا أن القانون بصراحة قانون نوعا ما وفق المنطقة. لا أقول أنه كما جاء في حديث الأخ إدريس قالوا بأنه قانون عصري وذهبي، لكن بالنسبة للمنطقة أراه قانونا جيدا بصراحة. التجاوزات التي تحدث مثلا في المناطق الأخرى، السيطرات الأخرى، سواء كانت المعارضة أو النظام، بصراحة تجاوزات كثيرة وتمنع كل وسائل الإعلام. المنطقة الوحيدة التي توجد فيها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية هي مناطق الإدارة الذاتية. وللإعلام لكن شوي ذكرت أنه لا يسمح لكل المؤسسات الإعلامية بتغطية مثلا أي حدث في مناطق الإدارة الذاتية. يعني على كل حال لكن موجودة، كل الوسائل موجودة بصراحة في مناطق الإدارة الذاتية، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للإدارة. أما مسألة المنع بصراحة نحن لنا ملاحظات. لا يجوز إيقاع تدفق المعلومات لوسائل الإعلام، لأنه كما ذكرت سابقا وسائل الإعلام هي التي تصحح الأخطاء، هي التي تدفع المواطن للتأثير على المسؤول لإجباره عن تصحيح الأوضاع، لا أن يكون الكل يعني صامتين ولا أحد يتحدث. بالعكس، لمجرد وجود وسائل الإعلام هناك نستطيع أن نضع حدا للتجاوزات. نتمنى أن يكون هذا القانون فضفاضا أكثر ومراجعة بعض البنود والسماع ربما البيانات التي قام بها الصحفيين والإعلاميين ضد بعض بنود هذا القانون. شكرا جزيلا لك لواند حسين الصحفي، كنت معنا من ألمانيا من بون، وأيضا الشكر موصول إلى إدريس خلو باحث في مركز آسو للدراسات، كنت معنا من القامشلي. شكرا لكما على هذه المشاركة.